سؤال النهاردة: بتحسي ساعات إنك قصرتي؟ إنك لو كنت اتصرفتي بطريقة تانية كان طفلك هيكون أفضل؟ الذنب ده بيوجع. yes it's a very valid feeling. بس لو ده بيدل على حاجة، بيدل على قد إيه إنك أم عظيمة ومسؤولة. بس هنا التوضيح اللي محتاجين نجيب وعي ليه: إنه الإحساس بالذنب مش معناته إنك فشلتي أو أذيتي طفلك بلحظة غضب. عارفة إنه الإحساس ده الحقيقة مش عدو، ده مش كلام كده متبروز. ده شفت محتاج يحصل لكل أم، وبيحصل شوية شوية بالتدريب، عشان حوالين الذنب آه تحط كتير من الأحكام علينا من غير ما ناخد بالنا من إحنا صغيرين، من المسج اللي بنشوفها عن الأمومة وعن الذنب عامة. ولعبة شيطان كمان بيحب يخش في هناك في لعبة الذنب. في الحقيقة هو الإحساس ده مش بيقول غير إننا نرجع لنفسنا، نرجع للاتصال، الكلمة المحببة عندي. كل أم بتحب بصدق هتعدي بلحظات زي دي، زي ما كنت بقول. الفرق بقى بين أم بتتعلم من الذنب، وده اللي ربي عايزه مننا، وأم بتغرق فيه تحصل لنا. بس الفرق هل بنرجع بعدها، بعد ساعة، بعد نص ساعة، ربع ساعة، قد إيه؟ هنا تيجي بقى قدرتنا للرجوع، إنها تقوم، مش إنها ما تغلطش. الغلط حاجة إنسانية، هنقعد طول عمرنا نغلط. الجملة دي قعدت سنة عشان أغير البرمجة فيها. طول عمري كنت بسمع الكلمة دي، عقلي بيفهمها بس جسمي كان بيترعش. ازاي أغلط؟ هو ينفع أغلط؟ أنا عارفة بعقلي هو عادي نغلط، احنا ناس وبشر، هنغلط كتير كمان. لو ما نغلطش مش هنتطور. لو احنا ما بنغلطش احنا جينا ليه؟ فاهمة قصدي؟ خليني أسألك سؤال: تفتكري آخر مرة فقدتي أعصابك فيها إيه اللي حصل بعد كده؟ قولي. فكري كده، هديلك ثانيتين. فكرتي خلاص؟ ماشي. أنا هقولك: يمكن تكوني رجعتي تبكي، تعيطي، أو تحسي بالتقل كده في صدرك. ممكن اللحظة دي بالذات حسيتي كأنك في اختبار على إيه؟ على المرونة. كلمة المفتاح النهاردة resilience. لأن الذنب اللي بيبقى جواكي لو فضلت تمسكي فيه بيبعدك عن الاتصال بنفسك وبطفلك. جسمك ساعتها هيخش في حالة اسمها إيه؟ حالة التجمد. وحالة التجمد معظمنا بيخش فيها لما بنكون لا بنقدر لا نهرب لا نهجم. وإحنا أغلبيتنا اللي هنا wake up moms بنحس بده. عارفين ليه؟ عشان حاسين لو طلعنا غضبنا ما لقيناش طريقة تانية غير إنه نطلعه على أولادنا بنبقى أمهات وحشين. ولو هربنا يبقى إحنا مش مسؤولين. فبنخش في إيه؟ لو ما عندناش تولز حقيقية هنخش في التجمد ده. والتجمد ده بيبقى يحاول يحميكي من الألم، ألم الضياع، ألم الفشل، ألم الذنب. بس هو فعليا بيحبسك. وأنا هدفي كله من ويك اب مامز إني أساعد الأمهات اللي زيك الواعيات إنها تعرف تطلع من الفخ ده. فخ أنا قعدت فيه سنين وما قدرتش أشوفه إلا ما بعد ما قعدت في تأمل وأويرنس ودراسات وبحوث لحد ما صدقت فعلا أنا كنت في فريز. السؤال اللي بعده: هل كل ذنب مؤذي ولا في ذنب صحي بيخلينا ننمو وذنب مش صحي؟ ايه رأيك؟ اكيد عارفة الإجابة صح؟ الاثنين. في فرق طبعا، في فرق بين الجلد الصحي والجلد المدمر. هديلك إجابة من وجهة نظري ومن بحوث علمية. الصحي بيقول ايه لما بنقول انا اسفة وانا عايزة اتعلم وحاسة بالأسف وحاسة بالذنب وعدى. المدمر بيقول ايه؟ انا ام سيئة، انا مش كفاية. وده بيتشرح
في التروما اند ريكفري ساينس انه الشفاء بيبدأ لما بنحول الشعور بالذنب لوعي بالمسؤولية مش بالعقاب. وده نفس المفهوم في البوزيتيف ديسيبلين على فكرة، فكرة الريبير افتر رابتشر. مش لازم تكوني مثالية ولا عمرك هتعرفي تكوني مثالية عشان ده مش هدف الحياة. المهم ايه؟ نرجع 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 الاتصال بعد الخطأ، أو أنا بحب أسميه الرابتشر عشان هو الخطأ بيسبب إيه؟ ليه الخطأ في الأمومة بيبقى مهم؟ عشان الخطأ بيخلق disconnection مع الطفل، والديسكونكشن مع الطفل بيخلق بناء نظرة ناقصة لنفسه عن الطفل. فهنا محتاجين we build reconnection. how؟ بالريبير. حتى جملة بسيطة على فكرة، الريبير مش محتاج يكون حاجة كبيرة، هو محتاج يكون إحساس جواكي اللي أنت معترفة بالحتة اللي أنت غلطتي فيها وأنا مستعدة إني أرجع وأبقى معاك. ممكن حتى من غير حتى ولا كلمة على فكرة، بحضن، كلمة واحدة أنا آسفة. ولما بنقول أنا آسفة عشان نوضح للطفل مش هو أي حاجة، أنا آسفة خلاص، أنا آسفة عشان صوتي عالي، أنا آسفة عشان بعدت فجأة، ممكن ده خلاك تخاف مثلا. وده انا ماشي مع ابني جدا، حتى هو بقى يعرف لما انا اتوتر بيقولها لي عادي تتوتري يا ماما، بس اهم حاجه نرجع. سو كيوت. فكنت مضغوطه شويه، بتعلم كده وبعلمه معنى الاصلاح والرحمه، وهو كده لما بيغلط على طول ساعتها من غير ما اقوله لازم تقول سوري بقى يقول سوري زي ما انا بقول لما بغلط. السؤال اللي بعده، الحلقه النهارده حلوه قوي، ازاي اتعامل مع الذنب بدل ما اسيبه يستهلكني؟ عارفين قد ايه الذنب احساس تقيل، الامومه خصوصا عشان بنحب اولادنا، فطبيعي نبدا بمسامحه نفسنا. لما نبدا، ازاي نبدا نسامح نفسنا؟ لما نسمح لنفسنا نشوف الالم بدل ما نهرب منه، نرجع للمايندفولنس، نكون present with our feelings. اوقات ممكن يكون ده صعب قوي، وممكن مش من اول مره نقدر نعمل كده، عشان الموضوع يبدا من ثانيه على فكره، مش لازم مره واحده. كل ما وقفنا اكتر مع الاحساس عامه، باي ذا واي مش لازم بس احساس الذنب. نرجع للحلقه الاولى لو فاتتنا، في تمرين حلو قوي في الاخر تقدر تطبقيه. ناخد نفس ونقول لنفسنا انا انسانه بتعلم، مش لازم اكون مثاليه عشان اكون ام كويسه. واكتبي جمله اصلاح او ريبير تقوليها لنفسك قبل ما تقوليها لطفلك. مثلا انا اسفه يا نفسي اني ضغطت عليك النهارده، وحس كده بالرحمه لنفسك. انا بتعلم. لو مش قادره تحسي بالرحمه، انا بتعلم. تفتحي كده باب نور جواكي، والاطفال هيلقطوا ده على طول. انا من اول ما ابتديت احس ده شفت الانعكاس ده على ابني على طول في علاقتنا. مش معناته تصرفاته اتغيرت مع الناس التانية، لا، معايا انا. كل مره بنعمل كده بنبني مرونه جديده، resilience. وبتعلمي طفلك انه الغلط مش نهايه، ده اكبر واحلى درس ممكن نعلمه ولادنا، وان الغلط طريق للتعلم. هنيجي لاخر سؤال في حلقتنا النهارده. لما الذنب يزورك تاني هتختاري ايه دلوقتي بعد ما عرفتي كل الكلام ده؟ هتلومي نفسك ولا تصلحي بحب؟ اتمنى يكون التاني. وحتى لو لمتي نفسك ارجعي وصلحي تاني. كل مرة المساحة هتقل، او الفترة ما بين الغلط والاصلاح هتقل، وده الاهم. خلي هدفك يكون ده، مش هدفي اني ما اغلطش تاني، لا، اني اصلح اسرع كل مرة. كل احساس بالذنب ممكن يكون باب جديد للوعي، لانه الذنب الحقيقي بيفكرك بالقيم اللي جواكي، مش بيحكم عليكي. كل مرة نختار الإصلاح بدل اللوم بنعمل ريست صغير للنظام العصبي. هو النظام العصبي بيتعلم الريزيلينس ازاي؟ لما بنقفل الحلقة، حلقة الديسريجوليشن تو ريجوليشن، وتتقفل ازاي؟ حاجة واحدة،